ريو انجز. المصارع اللي كان عنوان الغنى الفاحش والطبقه الارستقراطيه، لما كان بيدخل وينايم مع الكاميرا مثلا اقوم اتعادل بسرعه واديله التحيه. انا بقلب على تويتر الفتره اللي فاتت الاقيه بيلعب مباراه في مدرسه قدام 27 واحد. يا ساتر ليه كده؟ ايه حصل له عشان يكون من بطل الدبليو دبليو اي للمستوى ده؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده، فاعمل لايك واشترك ويلا بينا. ألبرتو ديل ريو أو جوزيه ألبرتو رودريغيز، مصارع مكسيكي اتولد سنة 1977 من عيلة بتنافس مصارعة ومشهورة جدا في المكسيك. والده كان دوس كاراس، مصارع مشهور كده في فترة الثمانينات. المهم ألبرتو لما طلع وشاف عيلته كلها مصارعين كده قال لا يا عم أنا هلعب مصارعة رومانية. طب يا ولدي يهديك يرضيك، لا مصارعة رومانية المصارعة رومانية. طب تمام، ولعب فعلا. على سنة 2000 بقى كان هيشارك في أولمبياد سيدنey، لكن حصلت شوية مشاكل كده من نقص تمويل ودعم من المكسيك والكلام ده، فراحت على ألبرتو فرصة المنافسة على الميدالية. هنا قال لك طب وعلى ايه استنى 4 سنين تاني؟ لا يا عم انا اروح العب مع ابويا والعيلة الكريمة مصارعة المحترفين. وسمى نفسه دوس كاراس جونيور، واول ظهور ليه كان في سنة 2000 في اتحاد مكسيكي اسمه تريبل اي، عشان من هنا تكون اول انطلاقة لمسيرته في المصارعة المحترفة. فضل ألبرتو من سنة 2000 ل 2008 بيتنقل بين اليابان واتحادات المكسيك، وشارك في أكتر من بطولة وكسب حزام CMLL World Heavyweight. الكلام ده شد انتباه مين بقى وقتها؟ يشد انتباه WWE، فيوقعوا معاه سنة 2009. وطلع قال إن هو هيروح على المين روستر على طول، مش هيعدي على ال FCW اللي هي ال NXT حاليا. يقوم تاني يوم يا باشا يروح لل WWE، يقولوا له يلا معاك ماتش دلوقتي في ال FCW يا حبيب أخوك. هو قاعد بتاع سنة كده في FCW وجرب فيها أسماء كتير زي دوس ودورادو وإلدورادو، لكنه استقر في الاخر على الاسم اللي كلنا عارفينه بيه ألبرتو ديل ريو وبدون ماسك. طبعا اتفشخ بسبب حركه جلع الماسك دي في المكسيك، بس ولا همه يعني. وقتها الدبليو دبليو اي كانت فاكره ان ري خلاص هيعتزل بسبب مشاكل في الركبه كده، فكانت عايزه تدي دفعه لحد من المكسيك عشان تفضل ضامنه السوق هناك. بس شوف سبحان الله، يعني الكلام ده كان في 2010 والراجل لحد دلوقتي لسه بيأدي ما شاء الله عليه. المهم خلينا في ألبرتو. ال WWE قالت هو ده اللي هيكون نجم المكسيك القادم، وده اللي هيفسر كمية الدفعات اللي هياخدها قدام. في شهر أغسطس 2010 يكون أول ظهور ليه في عرض سماك داون، ومن هنا تبدأ فترته الأعظم في WWE. ال WWE ما استنتش، على طول دخلته في عداوة مع الشخص اللي المفروض يكون هو خليفة بتاعته ري ميستيريو، عشان يلعبوا في المين ايفنت لنفس العرض. ونلاقي من أول يوم دخلته الشهيرة والمقدم بتاعه ريكاردو. وده يدل على كمية الاهتمام اللي ال WWE كانت مهتمة بيه وقتها. وعشان تكمل الليلة ألبرتو يهزم ري بدون أي تدخل أو أي حاجة بشكل نظيف تماما بحركة سبشن هولد بتاعته. فتمام يعني الراجل هيكون واجهة الشركة رسمي يعني. وبعدها على طول WWE تضيفه في عرض ال TLC على لقب العالم اللي كان شايله ايدج وقتها، وكان معاهم كين وري. في الآخر كسب ايدج وحافظ على اللقب، لكن كونه تواجد أصلا في الماتش ده كانت دفعة لوحدها. وعلى ذكر الدفعات، ألبرتو أخذ أكبر دفعة في كاريره، وهي الفوز برويال رامبل سنة 2011 اللي كانت مكونة من 40 مصارع، يعني مش العادية دي ام 30، لا دي رويال رامبل برو ماكس. فاز بيها لما طلع سانتينو ماريلا. ايوه تخيل وقتها كان اخر اتنين ديل ريو وسانتينو ماريلا عشان يروح الحدث الرئيسي لراس المنيا. استنى بس كده، انا حاسس انك مش رابط معايا. ده واحد جه السنة اللي فاتت 2010 غلب ري ميستيريو وكل الروستر بتاع سماك داون تقريبا، ولعب على لقب العالم في TLC وفاز بالسوبر رويال رامبل 2011. فانت متخيل كمية الدفعات اللي اخدها في سنة؟ وسيف بانك لحد دلوقتي هيموت على الفوز بالرامبل؟ لا تمام. وصلنا لريسل مانيا، الناس كلها كانت متوقعه حرفيا انه هياخد الحزام من ايدج نظرا لكميه الدفعات اللي خدها دي، لكن ايدج كسب. وعلى فكره طلع وقتها ديل ريو قال ان كان مفروض انه يكسب الماتش لحد اخر ساعتين قبل العرض، لكن ال WWE فاجئته وقالت له ايدج هيكسب عشان الموضوع يعني باين، فاحنا عايزين نعمل فجأة وكده. بعدها ايدج يعلن موضوع اعتزاله ده وياخد ألبرتو فرصة عاشر على لقب العالم في عرض اكستريم رولز ضد صاحب ايدج كريستيان، لكن ألبرتو يخسر تاني وكريستيان يكسب بمساعدة ايدج. ال WWE يقول له خلاص كفاية كده عليك فرص على اللقب ده، وتدخله في صراع على الموني ان ذا بانك ويكسب عشان يكون أول شخص بيفوز برويال رامبل ويكسب الموني ان ذا بانك في نفس السنة. تعبتوا صح؟ نستريح شويه من ألبرتو. في الفتره دي برضو كان فيها عداوه من اعظم العداوات في التاريخ، عداوه سي بانك وسينا اللي وصلت لاوج جمدان ليها في الماني ان ذا بانك، وكملت كمان لسمر سلام. لو حابين نتكلم عنها اكتر قولوا لي في الكومنتات. المهم في ماتش سينا وسي بانك اللي في سمر سلام ده يكسب سي بانك، لكن بعد الماتش
يدخل كيفن ناش ويضرب بانك. يقوم بقى مين يستغل الموضوع ده اللي نتكلم عنه النهارده؟ ايوه، البرتو ديل ريو. البرتو يدخل يديله شريط في راسه ويثبت ويكسب عشان يكون بطل الاتحاد، وكل ده في سنة واحدة بس يا بني ادم. في سنة قفل الدبليو دبليو اي كلها. المهم بعد كده فضل يكسب ويخسر في اللقب لحد ما خسروا البنك اخيرا في سرفايفر سيريس. ويكمل البرتو اول سنة ليه في الدبليو دبليو اي اللي كانت احسن سنة في كاريره اصلا، لكن في نهايتها اتصاب اصابة فخدته منعته من المشاركة لكذا شهر. وفي الفترة دي كده طلع تقارير انه مش محبوب من زمايله، لكنه كمل عادي مفرقش معاه. واخد سنة 2012 دي كلها بيحاول ياخد الحزام اللي مش عارف يكسبه ده من شيمس. خمن كده المرة دي حصل ايه؟ معرفش يكسبه برضه. شيمس حرفيا كسبه في كل مره لعبوا فيها، وخلص 2012 وبرضه ما كسبش الحزام. لكن في 2013 اخيرا الحظ يبتسم له ويلعب مع بيج شو ماتش في سماك داون على الحزام ويكسب. وبعدها دخل في عداوه تعبانه كده مع جاك سواجر عشان يلعبوا في ريسل مانيا. انت متخيل الحزام ده وصل للحديد ازاي؟ ما علينا. فضل الحزام ده يروح ويرجع له يروح ويرجع له لحد ما اخده منه سينا في الهيل ان سيل، ومن بعدها فضل يخسر ومبقاش ليه اي دور واضح في الشركه، عشان من هنا تبدا بدايه النهايه لالبرتو ديل ريو. في 7 أغسطس 2014 ال WWE تعلن إنها سرحت ألبرتو ديل ريو بسوء السلوك يا سيدي. قالك عشان ضرب موظف في الكواليس قال له نقطة عنصرية. يا ألبرتو بيقول لك مرة واحد مكسيكي. بعد ما مشي من WWE خد له لفه كده في كذا اتحاد ورجع لهم تاني في 2015 في عرض هيلينا سيل. وقتها كان سينا عامل تحدي مفتوح على لقب الولايات، قبل البرتو التحدي وكسبه. قعد كام شهر كده وعلى اخر 2016 حس ان هو مش مبسوط، فتعلن WWE المره الثانيه تسريح البرتو ديل ريو، ودي كانت المره الاخيره اللي ما رجعلهاش تاني ابدا. يروح TNA ويتم تسريحه منها كمان بسبب مشاكل مع خطيبته وقتها اللي هي كانت بيج، ومن وقتها تقريبا ما وقعش الشركه الكبيره ابدا، وده بسبب مشاكله الكتير. واخرها في 2020 وقتها اتقبض عليه بتهمه اعتداء على صديقته. الموضوع ده بدا لما شك فيها انها بتخونه، راح ماسكها ضاربها ورزعها 8 جلام، وبعدها قال لها ترقصي معايا. يعني قمة العبث، انا مش فاهم في ايه. لما رفضت قال لها انا هاخد ابنك وارميه في منطقة معزولة وامشي. طب ليه؟ مالك؟ ما هو مختل يا جماعة والله. السنة اللي فاتت ظهرت اشاعات انه ممكن يرجع WWE، لكن تم نفيها بشدة يعني. ومؤخرا ظهر فيديو وهو بيلعب في صالة مدرسة شبه فاضية، وبيقول انه مؤمن انه في يوم من الايام ممكن يتكرم في الهول اوف فيم. انا بصراحه ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل يعني بسبب كميه المشاكل والحوارات اللي هو فيها دي، بس حتى لو حصل هل هيقدر في يوم من الايام انه يرجع شعبيته تاني بعد ما انهارت بسبب كميه المشاكل والحاجات اللي حصلت دي؟ مش عارف، اكتب لي رايك في الكومنتات. لكن انا في رايي انه كان مصارع موهوب وعنده الامكانيات وعنده كاريزما واخد دفعات كتير جدا، لكنه ما استغلش كل ده وبقى شخص في الاخر مش مرغوب فيه من كل الناس. انت ايه رايك؟ تفتكر انه ممكن يرجع تاني في يوم من الايام للدبليو دبليو اي؟ وما تنساش لو عجبتك الحلقه تعمل لايك وتشترك عشان تشجعني اعمل فيديوهات تانية. وبس كده، سلام.